خدين بجميع المناسبات. طبعا بحكم النظام البحثي عانينا عانينا كثير من المناسبة الخاصة. كل سنة لنا عيد نوروز، وبالأخص عانينا أكثر شيء وحطينا دماء الشهداء والسجون والاعتقالات بعام 2010. 2010 قمنا بهالمناسبة العظيمة بعيد النوروز، فكل شيء في أمن من محافظة الرقة والشرطة وجميع الفروع الأمنية والسياسية كوموا حوطوا حوالي العيد، وبالإطفائيات وبكل شيء بجميع الأسلحة. طوقوا عيد النوروز بآخر الحي بشمال الحي الكراث، طبعا في تلة عليه هنيك. فاجوا الامن، احنا بلشنا بدنا نحتفل بهالعيد بهالمناسبه العظيمه. فتكومت العالم، اجى قائد شرطه بوقتها وما بده اياه انه نفرح بهالمناسبه. دفش العالم وصار يقوصوا على العالم، وجابوا قسم من الحزب البحث من صوب الدير، ما ادري من وين. طبعا هدول الهم اجوا باصين وقفوا ونزلوا وفاتوا بين العالم وفتحوا الأعلام السورية فوق رؤوسنا. فاحنا حييناهم انه كان شعب سوري، احنا مش فرق مثلا بيننا وبينهم. فقالنا اهلا وسهلا بكم، احنا شعب سوري واحد. رجعونا قال انتم عم تضحكوا علينا، انتم كذا انتم كذا، وبلشت الأواسات فوق رؤوس العالم والقنابل الدخانية وما الى اخره. كان بوقتها بين الخيمة اللي نسبوها مشان المسرح في قناص غرب الخيمة، بعيد عن الخيمة تقريبا بشي 100 متر، سدد على شخص شاب هو اسمه محمد عمر من عشيرة حيدرات. فتقوس مباشرة بالهاي، وبلشوا بالقواسات، وما ميزوا لا بين طفل ولا بين مرأة ولا بين كبير ولا صغير، عرفت كيف؟ وصار يرشوا وبلشت بالقنابل الدخانية. وبتعرف انت طبعا الشباب كمان عندهم هيجان، يعني بده يدافعوا عن مناسبتهم او كذا، وبلشوا تكسير السيارات. والشيء اللي صار يعني اضطهاد وظلم، عرفت كيف؟ عانينا من منذ سنين عم نعاني، بس اللي صارت ب 2010 فعلا ما ينتسى بتاريخ، تسجل بتاريخ، طبعا تاريخ الاضطهاد والظلم، عانينا يعني منه. وبعد منه، بعد ما اللي انقتل وتقوس وانجرح، الجرحى كانوا بالعشرات، واستشهد واحد، وحرقوا الخيمة وكل شيء الموجود مشان مناسبة العيد، أدوات أجهزة ما أجهزة حرقوها. وبعد منا اجت يعني هن الأمن والشرطة والأمن العام وإلى آخره كله كانوا موجودين، ما كفاهم، جابوا من فرقة 17 كانوا وراء بش اسمه، حتى الجيش سحب الجيش، طوقوا الحارة، عرفت كيف؟ وبلش الاعتقالات لمدة اسبوع، اكثر من اسبوع، عرفت كيف؟ اللي هرب، اللي خلص حاله طلع من منطقة كوبانيا وهيك يعني خلص حاله، واللي ما خلص حاله اعتقالات بالشكل رسمي صارت كل يوم وكل ليل، عرفت كيف؟ يعتقلوا 10 و15. يعني انا فيني اقول لك اعتقلوا من حاره بالمئات، اعتقلوا، عرفت كيف؟ اعتقال تعسفي بشكل لا يخلق حتى للإنسانية، يعني إهانات وظلم وكذا وهيك. إنه السبب الرئيسي شو هو؟ السبب الرئيسي إنه عنا كل شعوب العالم عندهم مناسبات، عرفت كيف؟ وعندهم إنه يفرحوا بكل سنة مرة بنهار بهالعيد هذا بهالسنة. فحتى كان يكرهوا أو يعتقلونا، أو يعني ما يخلوا حتى نفرح بهالمناسبة هذه. فهذا هو الظلم النظام البعثي، عرفت كيف؟ ونظام السوري كنا عم نعاني منهم بشكل لا يوصف. يعني النظام قمعي، النظام يحب يكون به ينتشر الفساد بين الشعوب، حتى الفتنة بين الشعوب والمنطقة. يعني أنا اللي بعتقد أنه الاستخبارات السورية كان أكثر من الشباب اللي كنا مثلا مجاورين بعضهم، وهن عرب وفي صداقة وفي هيك بيناتنا،
يجي يقولوا لنا والله الاستخبارات النظام عملوا ليكم الاكراد بحد منكم، الحاره هاي مثلا هن اسسوا للاكراد، عرفت كيف؟ بكره يقضوا عليكم او يكحشكم، يعني دائما يحب انه يوسع الفتنه ما بين الشعوب. بهذيك الفتره كنا نعاني من شويه صعوبات وتعقيدات، يعني ما كنا ماخذين حريتنا انه بنحتفل بهذا اليوم. هو العيد مو عيد بس للكراد، يعني يتشكل عيد لكافه العالم، يعني هو يرمز الى الحريه، والى انه شلون شيل الظلم عن اي انسان بهالعالم. وكان كل العالم يحتفل، يعني مو بس الكراد اللي يحتفلوا. كان نحن قبل ما نسوي عيد النورس كنا نروح على شو اسمه دولة النظام، يعني ناخذ منهم انه يسمحوا لنا نسوي هالعيد هذا. يعني اول مرة ما كانوا يسمحوا، مرتين ثلاثة يعني نروح، بعدين يقولوا يعني نسامح روح نسوي عيد، وعطونا مسارحة نجي نسوي عيد نيروز. بعد ما سوينا والعالم راحت ولمت، هجموا عليهم، صار بهجوم من قبل النظام، وبكم واحد انصوب، يعني انصاب واحد قتل عمره 10 سنين، يعني طفل، وصارت في فوضى بين العالم كثير. تعرض للاعتقال شو اسمه للظلم، وحتى ببعض العالم يمكن ماتت بالظلم من كثر شو اسمه الظلم والتعذيب. بيتنا مهموشة، يعني ما عندنا هوية، ما يعترف بالكراد، يعني دائما قدر الإمكان كان يحاول يمسح نهنئ ونبارك جميع الشعوب، جميع المكونات، الكردي العربي الزردشتي الأشوري، كل شيء، يعني المكونات. ونبارك جميع الأمهات بهذه المناسبة، هو مناسبة عيد الأم كما تعتبر مناسبة عزيزة على قلوبنا يعني. ونهنئ جميع القوى العسكرية على الجبهات،